انت لميت الحرفين واتقطعت من تحت. ياه، انا ماشيه معايا حلاوه بجد. ده شهبندر التجار ده ولا مين ده؟ معرفش. مجرد ان انت تدفع فيها فلوس وتمسكها في ايدك. الخلفيه اللي وراها عباسيه والصوره هنا عباسيه برضه. 3 أجيال ورمضان واحد، مين فاكر التفاصيل ومين نسيها؟ في ايه؟ قطايف. بعملها جميله. لحد دلوقتي جاب جاهزه او بتتعمل في البيت. جربتي تعمليها نفسها العادي؟ طبعا جربت وفشلت طبعا فشل ذريع، اصلا مش بتعمل الفقط دي. الانجريدينتس بتاعتها ميه ودقيق وخميره، تتساب وتنزل كده على طاسه. بعمل زي البانكيك. ما عملتش العجينه، يعني بنجيب العجينه وانا اللي بحط الزبيب، انا بقفلها بس بديها الشكل بتاعها كده. طبعا اقعد احشي القطايف في رمضان. تتحشي زبيب، وممكن تتحشي قشطه وفستق وشربات عليها كده. بس انا دلوقتي بحاول اعمل اختراعات بقى بيها، عشان انا مش بحب اعمل مكسرات قوي. مهلبيه بقى، نوتيلا، مش عارفه ايه. معظم اللي احنا بنعمله كانت بتتقطع، يعني احنا بطريقه ما بندوس غلط. انت لميت الحرفين واتقطعت من تحت، يعني نتعنف على هذه على هذا الاهمال، لان نص القطايف كان بيبوظ اصلا. وماما تكمل الباقي حتى، بس بحبها قوي قوي يعني. ده انا عارفه، ده بوجي وطمطم. بوجي وطمطم في رمضان. لا، بقه بيستفزني جدا. كان بيستفزني بق طمطم جدا اكتر من بق بوجي. مفيش حد بقه كده، ولا حتى القرد بقه كده اصلا. في ناس شبه بوجي شويه، انا واحد منهم. العروسه اللي شقوها 8 فبقى ده بق، هو بق طمطم. هو مشكلتي مع بوجي وطمطم. عارفاهم طبعا كاسم، ما هم كانوا بيتعرضوا او على التلفزيون. انا ما كنتش موجوده ساعتها، يعني كنتش اتولدت ولا. مش كل الحلقات بس يعني كنت بشوفهم طبعا. طبعا طمطم كانت متسلطه. انا على فكره شبه بوجي شويه. حرمت يا بوجي، حرمت ترامر، انا برامر. هو بيحب الاكل مثلا، مالك سيبيه ياكل. فانا لما كنت في رمضان اتقل جامد جدا واشرب حاجات من العطش، وقمر الدين على تمر هندي على ميه واكل كمان، فاقعد اتوجع ببطني. فكانت اختي تقول لي حرمت يا بوجي، حرمت ترمرم، حرمت. بطنه بيوجعه، طبطبي عليه خلاص. هو كان مبسوط، تقعدي تقطمي فيه. معلش الحاجات دي ولا حتى اتفرجت عليهم. ممكن الاقي لهم فيديوهات، بس انا مش عارفه ليه ما اتفرجتش عليهم دلوقتي. اقدر اخمن، اكيد دي مذيعه بالتسريحه بالحركات دي. ما تسالنيش اسم المذيعه ايه، انا عارفه ان هي حد المفروض كل الناس تبقى عارفاه. بس اسمه ايه البرنامج؟ اهو ما مكتوب حوار صريح جدا. هو في ليه تتعامل معايا كده؟ بعرف اقرا. حوار صريح جدا جدا. طبعا من الحاجات اللي كان لازم نتفرج عليها في رمضان اساسي بعد الفطار. ما اتفرجتش بس يعني عارفه اسم البرنامج طبعا. الانترفيوهات بتاعت المشاهير كانت مش زي دلوقتي، كانت شيء بيبهجنا ويسعدنا. هي مذيعه بتجيب مثلا ممثل او شخصيه معروفه، تقعد بقى تساله اسئله ولازم يجاوب بصراحه. المذيعة مش فاكراها صح؟ لا بس هي جميله يعني، بس انا مش فاكراها. منى الحسيني كانت المقدمه، ربنا يديها الصحه. لو حوار صريح جدا فلازم يجاوب بصراحه جدا، بصراحه عاديه صريح جدا تقريبا، صح؟ انا ما اتفرجتش عليه. يعني اللي بيحصل في البرامج الحواريه دلوقتي لازم نخلي اللي قدامنا يعيط، ولازم نفتح له في حاجات علشان نطلع منه كله بالاتفاقات دي. حوار صريح كان حوار صريح وما كانش باتفاق ولا حاجه. حوار صريح جدا جدا، كلام مريح. انا كده دخلت على اغنيه ثانيه. الله، ده شهبندر التجار ده ولا مين ده؟ معرفش، من لبسهم كده ما يعرفش. ايوه عارفاه. اسمه ايه ده؟ ازاي اسمه راح من على دماغي. ماشي، لا ما اعرفش، ده مسلسل تاريخي. من لبسهم ألف ليلة وليلة. ده نمبر 1. ألف ليلة وليلة نمبر 1. جينا جلاء فتحي برضو عنده اخ حسين فهمي. برافو عليكي. ايوه حسين فهمي ونجلاء فتحي. الله، احسن ألف ليلة وليلة اتعملت هو حسين فهمي ونجلاء فتحي في شهريار وشهرزاد. بس هو اكيد مش الف ليله وليله، صح؟ لا. ديكور معمول حلو قوي، والملابس معموله حلوه قوي، القصص جميله، التمثيل بتاعهم حلو. انت مش مقتنعه انه 1000 ليله وليله ليه؟
عشان في دماغي ألف ليلة وليلة شريهان. عباره عن واحده بتحكي الراجل اللي هي بتشتغل عنده. ده نجح يعني؟ نجح جدا. والله اتفرج. فهي وهي بتخدمه بتحكي له ايه قصص، فهو بقى عجبته القصص اللي هي بتحكيها، فبقى يطلبها بالاسم تيجي تحكي لي قصه وتخدميني. فاكره اغنيه شهيره قوي سميرة سعيد طبطت بالمسلسل ده؟ ده طبعا انا مش عارفه اسمه. حبيبي والشخاليل. انا قلت عرقسوسي. يا عرقسوس. عرقسوساوي. الراجل اللي بيبيع القصوص عرقسوساوي. انا هقعد بجد يعني من شكله كده متولي عبد الفتاح يقعد يعمل دش 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 بالبتاع الحديد اللي في ايده دي عشان يلفت الانتباه. طبقين نحاس يشخي بيشتري بس التت بطريقه معينه كده، هم اللي محطوطين على فكره في الجراب بتاعه. بعد كده ايه يروح صابب لك تمر هندي او عرقسوس. يظبط الاول، يعبي، ظبط السرسوب في الكوبايه وينزل بالكوبايه، فيفضل هو محتفظ بمسار السرسوب الرفيع ده بالاندفاع هو اللي بيعمل الرغاوي. عشان يعمل رغاوي ده حاجه مقرفه جدا بالنسبه لي. لازم العرقسوس يتشرب برغاوي. يعني هو يمكن من غير الرغاوي كان ممكن اجرب. عمري ما شربت من الراجل اللي في الشارع ده عشان ما كنتش بحبه. لا طبعا ده مشروب مؤذي. طبعا وحش قوي. سوحتني وكنت هصدق. كنت امشي في الشارع اقول عرقسوساوي، يعني جيب من العرقسوساوي ده. الله مين دول؟ يا ربي. لا مش عارفه بقى، شكله مسابقات النجوم يعني. برنامج دوري النجوم تقديم طارق حبيب. واضح انه برنامج، وواضح ان المذيع اسمه طارق حبيب. ايوه ما قلت لك والله بعرف اقرا عربي. محمود ياسين. دي انا مش عارفه. محمود ياسين. عبد الجندي. دي لطيفه. لطيفه شكلها ما اتغيرش لحد دلوقتي. ده تلاقيه لاعب كوره مثلا. بجد لاعب كوره؟ يا انا ماشيه معايا حلاوه بجد. ثابت البطل الله يرحمه. هم دول المشاهير اللي بتحبهم في الكوره وفي التمثيل وفي الغنى. لطيفه طبعا. ده تقريبا كان بيجيب الممثلين او النجوم زي ما مكتوب، وبيبقى فريقين، ومثلا ممكن يلعبوا افلام او مسلسلات، يعملوا حاجات كده. كان برنامج من البرامج اللي كانت بتشد. كان في برامج كده بيلعبوا فيها وكان بيدوا معلومات. طارق حبيب يبقى معلومات يعني مش كان بيسالوا اسئله. يبقى مش تهريج وخلاص يعني. صح ولا اسئله عامه، معلومات عامه، ثقافه عامه، اسئله جد. فاربعه في فريق واربعه في فريق، كميه نجوم. وده عبقريه البرامج لما بدات البرامج، انه قادرين على انه يجيبوا الناس دي، والناس دي بتيجي. بس ما عداش عليكي. لا للاسف، واضح ان انا ما كنتش بتفرج على التلفزيون انف يعني. مذيعه اكيد مذيعه. القصه بتاعت المذيعه عدت عليا بس انت مش عارفاها اصلا. هو ايه اللي في المربع ده؟ فاكره مش مركز قوي في دماغي. هي عباره عن ايه يعني؟ برنامج برضه بدون مونتاج. عدى عليكي؟ لا بس ممكن اخمن. الخلفيه اللي وراها عبثيه والصوره هنا عبثيه برضه. برنامج عبثي. ايه بقى بيجيبوا مثلا خلف الكواليس تصوير الحاجات دي؟ هيبقى عن حيوانات طبعا. بس غالبا كان بيجيب ما وراء الكواليس في الاعمال الفنيه. والحاجات اللي عمل وعيد وكلام لطيف طبعا. طب خلاص يعني انا خمنت صح. هيبقى عن ايه؟ هي اي حاجه يعني، اكيد عن نجوم بقى وممثلين صح؟ انت مش عارفاها اصلا. دي دينا رامز. دينا رامز مرات طارق علام. طبعا انا عارفه طارق علام، كلام من دهب صح؟ بدون مونتاج يعني زي ما هي كده، يبقى ايه؟ مقالب. كانوا بياخدوا فعلا الاخطاء بتاعت اثناء التصوير وكنا نستمتع بيها جدا. انا مضحكه يعني، كلها بتبقى حاجات لطيفه. يا نهار ابيض، انا ده ذكريات قديمه بالنسبه لي. ده مخلل ده ولا ايه؟ مخلل البلدي ده تحفه. طبعا ده مخلل، بس انا ما بحبش المخلل عشان بيبقى حادق قوي. كيس مخلل ماشي، كيس ترشي ماشي، بس هو الانسب له كيس ترشي. مخلل دي كلمه متدلعه شويه يعني. هو رمضان ما ينفعش من غير ده. نروح قلبين الكيس، يعني مكان الربط يبقى تحت، ومن فوق حرف من الحرفين بتوع الكيس نقطعه باسناننا خرم صغير كده،
ونقعد نشرب ميه الترش. دي احلى واهم عندنا من المخلل نفسه. بس في رمضان دايما بلاقيهم فرشين مخللات كتير قوي. في رمضان احنا كنا بننزل نشتريه، يعني ما زال لغايه دلوقتي هذا المنظر يغريني، ومرصوص عليها هذه الاكياس ومعمول بيها هرم رهيب جدا. مجرد ان انت تدفع فيها فلوس وتمسكها في ايدك، الملمس بتاع كيس الترشي ده في حته تانية خالص. انا بقول لك اي حاجه في الاكل. انا زدت 5 كيلو وانا قاعده دلوقتي من شكل شرفتينا يا نيفين في فلاش باك. بس كده. ذكرياتك ايه مع رمضان ما اتكلمناش احنا عنها؟ بنطلع معاه بالجوع بصراحه. يعني رمضان المفروض يبقى الواحد مهتم باي حاجه غير الاكل، بس هو طول اليوم من ساعه تصحى لحد ما تنام ما بتفكرش غير في الاكل. فوازير، مازنجر. ايوه كان بيجي في رمضان صح؟ والله مش في رمضان بس. متهيألي هو بيجي في رمضان بس. شرفتنا يا وليد في فلاش باك، وكل سنه وانت طيب. انا اللي اتشرفت جدا. رمضان مرتبط معاك بايه؟ صيد السمك بعد صلاة الفجر، ونطلع نصطاد لغاية تاني يوم الساعة مثلا 3-4، اللي هو ممكن لغاية المغرب تاني. واللي كان بيطلع بقى بعد العشاء نتجمع ونشوي السمك اللي احنا كنا اخترناه بغدا. شكرا يا وليد. شكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. شرفتينا يا منار في فلاش باك في رمضان. يعني رمضان معاكي مرتبط بايه؟ مثلا رمضان التراويح، مثلا مقالب، رامز. رمضان بالنسبه لي اكتر الجو كله بيبقى بالليل، يعني رمضان في الشوارع بالليل، في الاضاءات، في الزينه اللي بنجمع فلوس عشان مثلا نعلقها في الشارع. فرمضان بالنسبه لي هي الحاجات دي اكتر.